والله ان شاء الله. طبعا هي كانت غنوة حصل، وفي غنوة تانية اسمها مش مرتاح، دي من الاغاني بقى بداية اللي انا ارجع اعمل الدراما تاني بتاعت زمان، بس بطريقة تانية مختلفة. ان شاء الله في مداح جزء خامس باذن الله شغالين عليه، ان شاء الله يكون مفاجأة اكبر استاذ فتحي عبد الوهاب، انتوا عارفين ان احنا كل اسطورة ليها بطل معانا يعني. فطبعا انا كنت اتمنى ان اخويا وصديقي فتحي يكون موجود معانا، لكن هي الحكايه ما ينفعش ان يبقى يعني في تكمله يعني. وكمان هو فتحي انا عارف ان هو مرتبط، وهو كان اصلا من واحنا بنصور الجزء ده انا عارف ان هو ما بيحبش يعمل، ما بيحبش يعني ما بيحبش يعمل اجزاء تانية، واحترمت ده منه جدا وهو عارف. وطبعا دي بتبقى مساحة تانية لينا، اللي احنا كل جزء بنفاجئ الناس بناس تانية وابطال تانية. عماد، فكرة ان المداح حاجز مكانه كل رمضان ده بيرعب الناس، ترد عليهم؟ اقول يا الحمد لله، اقول يا رب يديمها وان شاء الله. وسيد بيقول تغيير الكاست، احنا طبعا طبيعي احنا بنغير، بيبقى في تغيير كاست الكل يعني. في اسطورة الوادي غير اسطورة العشق غير اسطورة العودة، الجاية دي اسطورة. هو عنوان جديد انا ما ينفعش احرقه دلوقتي، لان من عناوين يعني انا من اكتر العناوين اللي انا مبسوط بيها قوي وفرحان بيها ان شاء الله. حماده هلال قريب ان شاء الله. بالنسبة لمادة اتقال ان انتشر اخبار ان مي عز الدين مرشحة. لا 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 خالص، لا مش حقيقي. يعني مي عز الدين مش موجوده في الجزء الخامس؟ لا لا، اتمنى دي مي على فكره. مي اختي ونجمه كبيره، و وخلي بالك مي من الناس اللي فاجئتني ان هي من جمهور المداح. واقول للناس يعني ما اعرفش هي ممكن تزعل مني لو انا قلت الحكايه دي على مي. انا خدت فيه اوراد منها استخدمتها في المداح عشان اقول لك، لان مي من الناس اللي ما شاء الله عليها عندها. اخر سؤال لازم اساله لك عن اتنين من اعز اصحابك ومن اهم نجوم الوسط الفني، شيرين وانغام. أيوة. وخناقه صوت مصر اللي كل الناس بتتكلم عليها دي، انت رايك فيها ايه؟ خصوصا ان شيرين كمان راجعه بقوه الفتره اللي جايه. الاتنين صوت مصر يعني، الاتنين من بلد تانية، ما هم من مصر، والاتنين انا بعتبرهم صوت مصر يعني. بس ما فيش حد مين اللي فلان لوحده، هو ما كانش غير عندنا كوكب الشرق، هو دي الكلمة اللي ما ينفعش يتحط عليها كلام تاني. حماده بعد ف حماده بعد 5 اجزاء، حماده هلال شخصيه حماده هلال ما تاثرتش لا عادي، ممكن يبقى فترة تصوير تبقى هي عايشة مداح شوية، لكن بعد كده بقى نرجع تاني. انت بتعصب بالظبط. هخوفك بلاش، ما